معظمنا شاف فيلم الرعب تشاكي بتاع العروسة اللعبة اللي بتخلص على الناس، بس اللي ما تعرفوش إن اللعبة دي موجودة في الحقيقة. أنا دينا مهران ودي حكاوي الدنيا. بتبدأ الحكاية في فلوريدا سنة 1904، وبالتحديد في بيت عيلة الطفلة جين اللي كانوا مهووسين بالسفر لدرجة إنهم بيسافروا كل يوم، وكانوا متعودين يسيبوا بنتهم جين مع الدادة العجوزة بتاعتها اللي كانت في نفس الوقت رئيسة الخدم في البيت، واللي كانت والدة جين قبل ما تسافر آخر سفرية بتعاملها وحش جدا، وده بسبب إنها أهملت في مرة مع الشغالين لدرجة إنها قالت لها إنها مسافرة شهر، وأول ما هترجع هترميها في الشارع لو لقت أي غلطة منها. بس للأسف والدة جين ما كانتش تعرف إن الست العجوزة اللي سايبالها بنتها ليل نهار كانت من قبيلة من جزر البهاما، وكانوا بيشتغلوا في السحر الأسود. وفعلا سافرت والدة جين، بس الشغالة العجوزة فضلت طول الشهر في أوضتها ما تخرجش منها، واللي قررت تعلم والدة جين الأدب بطريقة ما تنساهاش طول عمرها. وبعد رجوع صاحبة البيت ب3 أسابيع وفت وعدها مع الشغالة العجوزة وطردتها، بس قبل ما الست تمشي ادت لجين عروسة لعبة عشان تفتكرها بيها. بس العروسة اللعبة دي ما كانتش لعبة والسلام، دي الدادة العجوزة اشتغلت عليها بالسحر الأسود طول الشهر اللي كانت جين مسافرة فيه. المهم خدت البنت اللعبة واتعلقت بيها جدا وسمتها روبرت، وبقت شايلها معاها طول الوقت حتى وهي نايمة، لدرجة انها كانت بتعاملها كأنها شخص حقيقي وكمان بتتكلم معاها. ولاحظ الخدم ان في حاجة غريبة بتحصل، لان جين وهي بتلعب وبتتكلم مع اللعبة كانوا بيسمعوا صوتها بترد عليها، بس في الاول قالوا دي عيلة صغيرة ويمكن بتغير صوتها وهي بتلعب. بس مع الوقت بدأوا يسمعوا اللعبة وهي بتتكلم بصوت خشن جدا، صوت راجل كبير، مستحيل يكون ده صوت طفل ابدا لان الصوت كان واضح جدا وكلهم سمعوه. لحد ما في يوم من الايام سمعوا صوت صريخ جاي من اوضه جين، فاتفزع الاب والام وجريوا على اوضه بنتهم اللي لقوها قاعده في ركن في الاوضه وهي مرعوبه جدا، وكل ما يسالوها في ايه مالك تشاور على العروسه وتعيط. بس الاب والام افتكروا ان جالها كابوس فهدوها ورجعوا اوضتهم يناموا. وبعد الموضوع ده بكام يوم البيت حاله اتشقلب وبقى يحصل فيه حاجات غريبه، يعني ابواب تتقفل وتتفتح لوحدها، كتب تقع لوحدها بشكل غريب، النور ينور ويطفي لوحده، ده غير الأصوات الغريبة اللي كانت في كل مكان. وهنا الأب والأم بدأوا يشكوا، فبدأوا يجمعوا الخدم عشان يسألوهم عن أي حاجة غريبة حصلت في البيت هم ما شافوهاش قبل كده. والمفاجأة إن كل الخدم أجمعوا وقالوا إنهم شافوا اللعبة بتتحرك لوحدها أكتر من مرة، وواحد منهم قال إنه شافها بعينيه وهي بتمشي بالليل وبتكسر حاجات في البيت، ولما حاول إنه يلحقها مشيت على الحيطة ووقفت على السقف وما قدرش يقرب لها. حتى الجيران قالوا انهم شافوا العروسة اللعبة وهي عند شباك الأوضة من غير ما حد يكون ماسكها. وبالرغم من كل ده ما صدقش الأب والأم وقالوا مستحيل ان ده يكون في حتة عروسة لعبة، لحد ما في يوم سمعوا جين بنتهم وهي بتصرخ كأن حد بيضربها.